عارفه ان انت بمعلقه من الكاكاو تقدري تزيلي التصبغات والكلف والنمش والبقع وكمان اثار الحبوب. ايوه زي ما بقول لك كده. لو انت مهتمه تعرفي ايه هي الوصفه دي، اهم حاجه صلي على النبي كتير جدا في الكومنتات، وكمان ادعميني باللايك واشتركي في القناه عشان باذن الله يوصلك كل جديد. وتعالي بقى اقول لك ازاي بمعلقه واحده بس من الكاكاو تقدري تزيلي كل ده، وكمان توحدي لون بشرتك وتزيلي اي غمقان واي اسمرار في بشرتك من اول استخدام. الكاكاو ده سحر يا جماعه للتصبغات، من اول استخدام بتشوفي نتيجه فوريه. بصوا كده معايا معلقه من الكاكاو بتاعنا اهو، وبدات كده ان انا حطيتها. الكاكاو تحفه لازاله الغمقان والاسمرار وكمان الكلف، بيوحد طبعا لون البشره وبيفتح بشرتك من درجتين ل3 درجات على الاقل، ومن اول استخدام بتشوفي نتيجه فوريه تحفه. ومن اول استخدام بجد مش هتقدري ان انت تستغني عنه تاني، لان الكاكاو من اقوى المكونات اللي بتوحد لون البشره، وكمان بتبدا ان هي مع الاستمراريه ومن اول استخدام بتشوفي نتيجه فوريه، لان هو اول ما بتحطيه على بشرتك بيبدا ان هو يزيل اي غمقان واي اسمرار. وكمان لو عندك بقع حبوب لو كان عندك حبوب قبل كده وسابت اثار، كل ده هيروح تماما. ومن اول استخدام من احلى واجمل المكونات اللي ممكن تحطيها على بشرتك، من اول استخدام بتشوفي نتيجه فوريه للتصبغات، وهي معلقه من الكاكاو فقط تودي ده كله وفي ثواني. ومعايا كمان النينجا في التفتيح وكمان شد البشره وازاله التجاعيد وازاله الخطوط الرفيعه، وبيوحد لون البشره وبيفتح بشرتك 3 درجات 4 درجات. وهو يا جماعه النشا حلوه قوي، ومن احلى المكونات اللي لما بتضيفيها في اي ماسك عموما بيدي نتيجه حلوه جدا. ومن اول استخدام بتشوفي النتيجه، وبيشد طبعا البشره قوي. حتى وانت حاطه الماسك بتاع النشا عموما على بشرتك بتحسي ان انت بشرتك مشدوده جدا قبل حتى ما تغسليه ولا اي حاجه، بتلاقي بشرتك مشدوده. كمان لو انت بتعاني من الخطوط الرفيعه، لو عندك خطوط رفيعه تحت العيون كده او في الجبهه خطوط رفيعه او في اي حته في بشرتك وعندك تجاعيد، استخدمي النشا لان هو ممتاز في شد البشره وكمان ازاله الخطوط الرفيعه، ويبدا ان هو يزيلها تماما. مهما كان عندك تجاعيد بيوديها تماما، وبتشوفي النتيجه بجد فعلا من اول استخدام. يبقى معلقه من النشا ومعلقه من الكاكاو، الاثنين دول تحفه، بيرجعوا البشره للونها الطبيعي، زائد كمان ان هم بيفتحوها لك عن لونها الطبيعي. كمان لو انت عندك اي غمقان بقى طالعين من الصيف وعندك غمقان، لو انت محجبه وعامله والطرحه عامله لون في بشرتك، كل ده بيوديه تماما من اول استخدام، لان الاثنين دول مع بعض فعلا نينجا، ولما بيتحطوا كمان مع بعض بيبقوا النتيجه بتاعتهم فوريه ومن اول استخدام. خلصنا كده؟ لا طبعا، انا عايزه حاجه تفتح بشرتي وكمان تدي نعومه وتدي تفتيح وتصفي وتنقي البشره من الشوائب وكمان تدي صفاء كده للبشره. يبقى استخدمي اللبن حلو قوي يا جماعه، لان هو بيدي نتيجه ممتازه من اول استخدام. بصوا كده معايا معلقه من اللبن، وهاخد برده معلقه تاني كده. بصوا حلوه قوي، اللبن من اقوى المكونات اللي لما بتحطيها على بشرتك بيصفي البشره جدا، وفعلا بيخلي بشرتك كده عامله زي بشره البيبي. وهبدا بقى ان انا هقلب ده كله كويس جدا، شايفين كده؟ بصوا بقى هقلب ده. انا مش عايزه اي تكتلات كده ولا عايزه اي بودر على جنب، انا عايزه بشرتي تستفاد بالماسك ده كويس جدا، لان كلها مكونات طبيعيه، كلها مكونات حلوه قوي، وكمان بتصفي وبتدي نضاره وبتدي تفتيح للبشره حلوين قوي. وهقلب بقى كويس جدا، وانا بقلب كده انزلوا صلوا على النبي كتير جدا في الكومنتات، وعايزه اقول لك ان شاء الله هتاخدي احلى نتيجه باذن الله اهو. وقلبت كده كويس. بصوا هو بدا دلوقتي بقى كده يعمل خلاص كريمي كده. هزود تاني لو عوزت لبن، ما تقلقوش خالص لو عمل معاكم بالمنظر ده، ابدأي برده ان انت زودي كميه بسيطه كده برده تاني من اللبن. بصوا زودت كده برده معلقه من اللبن، وهبدا ان انا هقلب بقى كويس جدا. في الوقت ده الماسك خلاص هيتحول معايا كده. بصوا شايفين بكل بساطه هو ما بياخدش فعلا معاكي دقيقتين في تجهيزه، بس انا عشان بقول لكم كده خطوه بخطوه اهو. هكون في الوقت ده غاسله بشرتي بقى كويس جدا، متاكده ان هي ما فيهاش اي بواقي من الميك اب، وهكون غسلاها بالغسول او بالصابونه المخصصه لنوع بشرتي. شايفين كده هو بيبقى شكله حلو قوي اهو. وهبدا بقى ان انا كده هزيل اي تكتلات، زي ما قلت لكم انا مش عايزه اي تكتلات نهائيا اهو. وهبدا ان انا هفرده على بشرتي، هحطه على بشرتي بحركات دائريه كده ولمده نص ساعه، وهبدا ان انا هشيله بميه دافيه. شايفين؟ بصوا هو اكنك كده حاطه فعلا شوكولاته على ايدك بالظبط او على بشرتك. حلو برده قوي للايدين، لو عندك العقل الغامقه، لو عندك غمقان في ايدك، لو كنت متعوده مثلا وسابت علامه، كل ده بيوديه تماما من اول استخدام. فعلا استخدميه وهتدعي له. بعد كده هتشيليه وتحطي المرطب، هتدعي لي من اول استخدام نعومه وتفتيح ونضاره من اول مره، وازاله التصبغات والكلف والنمش واي بقع في بشرتك. بس كده حلوين عجبك الفيديو، ما تنسيش اللايك وتشتركي في القناه عشان باذن الله يوصلك كل جديد. واهم حاجه انزلي صلي على النبي كتير جدا في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.